أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. بلغ حاجتنا يا الله، بلغ حاجتنا يا رحمن، بلغ حاجتنا يا رحيم، بلغ حاجتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولشيخنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولجدنا وجدتنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا من التوابين، اللهم اجعلنا وأهلنا من التوابين، اللهم اجعلنا وأهلنا من التوابين واجعلنا وأهلنا من عبادك الراشدين واجعلنا وأهلنا من عبادك العالمين واجعلنا وأهلنا من عبادك العاملين واجعلنا وأهلنا من عبادك المتقين واجعلنا وأهلنا من عبادك المخلصين. اللهم اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا يا فتاح فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا يا غفار فإنك خير الغفير، اغفر لنا يا غفار فإنك خير الغفير، واغفر لنا يا غفار فإنك خير الغافرين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصرنا وأمة محمد في فلسطين. اللهم انصرنا وأمة محمد في فلسطين. اللهم انصرنا وأمة محمد في ميانمار. ربنا تقبل دعاءنا يا مولانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب يوم
المحشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا في آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والملائكة الله المقربين والأولياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولشيخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ثم خصوصا إلى أرواح جمع المقتدين وأنت أعرفوا باسمهم وفروئهم وقربتهم وأصولهم يا رب العالمين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة الله أعوذ